في ذكرى 19 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية نستحضر جانبا من إنجازات وأوراش عديدة رأت النور لتساهم في محاربة الهشاشة والفقر وضمان مقومات الحياة الكريمة للمواطنين. النموذج نسوقه من عملة فاس، حيث استفاد ما يفوق 500 ألف شخص من مشاريع تهم مختلف المجالات، ضمنها صحة الأم والطفل ودعم التعليم الأولي بالوسط القروي. التفاصيل مع سيان بوخليفي وأنور غماري. 19 سنة من الإنجازات والعطاء قدمت خلالها برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية دفعة قوية للعديد من المجالات، وشكلت محركا رئيسيا لتنمية العنصر البشري والنهوض بأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية. فالحصيله المسجله على مستوى عمليات فاس هي جد ايجابيه، حيث تمت برمجه ما مجموعه واحد 743 عمليه او مشروع بتكلفه اجماليه ناهزت 243 مليون ديال الدرهم. ساهمت فيه المبادره تقريبا ب 175 مليون ديال الدرهم، فيما تجاوز عدد المستفيدون 500 الف نسمه على مستوى عمليات فاس. وهذا العدد هذا ما غيبان لكم كبير، الا انه يخفي وراءه عدد التلاميذ المستفيدون من عمليات المليون محفظه، واللي تتجاوز سنويا 91 الف تلميذه وتلميذ. تحسين العرض الصحي خصوصا بالمناطق البعيدة لفائدة الساكنة المعوزة برنامج متكامل ضمن برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والذي يشمل العديد من التخصصات، ضمنها تقوية نظام صحة الأم والطفل في إطار تحسين مؤشرات التنمية البشرية. فرصة لتسليط الضوء على أهمية 100 ألف يوم الأولى لصالح صحة الطفل، وكذلك مناسبة للتحسيس على السلوك الإيجابي للرفع من صحة الطفولة المبكرة. برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورش طموح مكن من الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة من خلال رؤية مستقبلية تهتم بالصحة كمحور أساسي